مرحبا بكم في أول حلقة من سلسلة علم الجينات أو علم الوراثة. هاد 50 عام الأخرى جينيتيكس اللي هي علم الجينات أو علم الوراثة كان من أهم إنجازات المجال العلمي في تاريخ البشرية. والدي ان اي اللي هو الحمض النووي غادي يولي من أشهر الأشكال اللي كل شيء تعرفها أو لعل الأقل سمع بها. والمعلومات اللي عندنا على الحمض النووي تدوبل تقريبا كل بضع سنوات. وهذا التطور ديالها غير تماما جوج الحوايج كبار في تاريخ الإنسان: المجال الطبي والزراعة. علم الجينات غير الطريقة اللي تنشوفوا بها راسنا وتنشوفوا بها الكائنات الحية اللي دايرة بينا وتتقاسم معنا كوكب الأرض. أجي نبداو بواحد القصة تنظن أنها تكون مقدمة زوينة لهذه السلسلة هذه علم الجينات. نسميو هذه القصة الجريمة الكاملة. القصة حقيقية والبطل ديالها مجرم، ولكن ما شغلناش حنا في السميه ديالو، دونك غنسميوه هنا عبد العالي. عبد العالي كان حياته كلها شفار ديال البنكات، ولكن غادي يشدوه وغادي يحكموا عليه بالحبس في ولاية ميسوري. السنة كانت 1990، وعبد العالي يسحاب ليه تاخد جميع الاحتياطات باش تكون الجريمة ديالو كاملة. جا هو آخر كليان غادي يدخل البنكة، اختار فرع ديال البنكة اللي هو بعيد عن المدينة. جا لابس ماسك باش ما يتشاف ليهش الوجه ديالو، حتى شعرو صبغوه بالكحل باش ما يبانش الشعر الحمر ديالو. عملية السطو ديالو نجحات، ولكن ما دازش حتى جوج السيمانات جاو قرقبوا عليه البوليس. المكلخ الاخر خلى البصمات ديالو وسط البنكة. عبد العالي عنده سوابق، دونك البصمات ديالو كانت ديجا عند البوليس. غادي يقارنوها بالبصمات الجديده اللي لقاوها في البنكه وغادي يعرفوا هو مول الفعله. المهم لصقوا لعب عالي 10 سنين ديال الحبس، وبحال اي حباس طالع عليه الروتين في راسو غادي يتبلا بالكارو. في 1998 الاف بي اي غادي ياخذوا واحد العينه من الدم ديالو باش يزيدوها للداتابيز نتاع الدم اللي تياخذوه من الحباسه كاملين. المهم عبد العالي غيدوز 10 سنين ديالو وغادي يخرج من الحبس سنه 2000. غادي يبعد من ولايه ميسوري وغادي يمشي لكاليفورنيا. وبما ان الخدمه الوحيده اللي تعرف يدير هي انه يشفر البنكات، غادي يعاود يبدا يبلاني العمليه جديده. عاوتاني غادي يعزل برونج د البنكه اللي بعيده عن المدينه، غيعاود يصبغ شعره بالكحل، غادي يعاود يلبس الماسك، غادي يجي هو اخر واحد غيدخل البنكه على اساس انه كليان. وهاد المره غادي يسحب ليه صافي عقب القلب وغادي يلبس الصباعيات. تيقول فراسو دابا ما عندهم كي غيديروا يشدوني. العمليه ديالو غادي تنجح، غادي يخرج عارف ان البوليس غادي تعطلو حيت المدينه بعيده. غادي يشعل قويرو، غادي يضرب ليه جوج نطرات، غادي يلوح البوينته في الباب د البنكه وغادي يركب في الطوموبيل. عبد العالي غادي يقصر مزيان ديك الليله، قال صافي درت الجريمه الكامله. ولكن ما غادوش جوج سيمانات غادي يجيو البوليس يقرقبوا عليه عاوتاني. مصيبه هادي، كي درتو جبتوني عاوتاني. البوليس غادي يجاوبوه بثلاثه د الحروف: دي ان اي. سبابه في الحبس هاد المره هي ديك البوينته د الكارو اللي لاح في باب البنكه. غادي يلقاوها البوليس، غادي يلقاو فيها الدفال ديالو، غادي يجبدوا منها الدي ان اي، غادي يقارنوها بهذاك الدم اللي خداو منه في الحبس هذيك المره وغيلقاوها هي. عبد العالي تقولب حيت حمار. المهم من هاد القصه كامله اللي بغيت نقول لكم، الا كنتي غتكون شفار في المغرب تبع معنا هاد السلسله هادي وعرف شنو هي علم الجينات باش ما يقرقبوش عليك البوليس. اجي دابا نشوفوا شنو هو هذا علم الوراثه او علم الجينات. علم الوراثه هو العلم المختص بالوراثه، شتي شحال سهله، او العلم المختص بالصفات الموروثه. فاش تنشوفوا الكائنات الموجوده على سطح الارض من اصغر بكتيريا ما تتبان ليناش كاع بالعين المجرده حتى الاطول شجره كاينه مخبعه في غابه الامازون، تيبان لينا انه كاين تنوع كبير باين اللعمه. ولكن الا جبنا ميكروسكوب وبدينا نكبروا حتى نوصلوا لمستوى المواد الكيميائيه الاساسيه، فتيولي يبان لنا انه كاين تشابه كبير بين جميع هاد الكائنات الحيه. وراء هاد التنوع الكبير اللي تيبان لنا برا كاينه واحد الوحده لداخل. كاينه 3 ديال الافكار الرئيسيه اللي واقفه عليها علوم البيولوجيا، 3 ديال الاركان. الركن الاول الآلية او الميكانيزم، الركن الثاني نظريه الخليه،
والركن الثالث هو التطور. فاش تنقصدو بالركن الاول اللي هو الآلية او الميكانيزم؟ فعبر التاريخ بزاف ديال الحضارات، بزاف ديال المجتمعات، وحتى دابا كاين بزاف ديال الناس تيامنوا بشي حاجه سميتها القوه الحيويه، وتيامنوا بان القواعد اللي تتحكم في هذه القوه الحيويه ماشي هي نفسها القواعد الفيزياء والكيمياء اللي تتحكم في المواد الجامده بحال الصخور والماء والهواء. فمثلا في الفلسفه الصينيه والطب التقليدي الصيني هذه القوه الحيويه تسميوها تشي، وهذاك الشيء علاش كاين تشي كونغ ولا تاي تشي اللي تيعلمك كيفاش غتحكم في هذه القوه الحيويه اللي كاينه داخل الجسد ديالك. وعند الهندوسيين والبوذيين مثلا تسميوها تشاكرا، وتنشوفوها بزاف في الانمي نتاع الجابون اللي تفرج في ناروتو مثلا. وهاد القوه الحيويه هذه ما تتشاف ما تتقاس. ما يمكنلكش مثلا تعمر شي براد ديال هاد القوه الحيويه وتعرض على شي جمك وتقول ليه واش نكب لك شي كاس. والعلوم البيولوجيه تترفض تماما هاد الفكره هذه. ما كيناش شي حاجه سميتها القوه الحيويه ولا القوه الخفيه في علوم البيولوجيا. والبديل اللي كاين هو انه نفس قواعد الفيزياء والكيمياء اللي تتحكم في العالم الجامد هي نفسها قواعد الفيزياء والكيمياء اللي تتحكم في العالم الحي على مستوى المواد الكيميائية الأساسية. فمثلا شحال هادي يامات الطاعون في أوروبا، الموت الأسود، كان تيسحابهم أن الطاعون السبب ديالو هو الأرواح الشريرة، ولكن فاش تقدم الطب عرفنا أن السبب ما هو لا أرواح شريرة ولا ملاحمص، فالسبب هو بكل بساطة العدوى. دونك في علم البيولوجيا وفي هاد السلسلة هادي عوض غنخدمو مصطلح القوة الحيوية ولا القوة الخفية غادي نخدمو مصطلح الآلية أو الميكانيزم. ندوزو للركن الثاني. الركن الثاني اللي واقفة عليه البيولوجيا وهو نظرية الخلية. نهار العلماء جابوا المجهر وحطوا تحته واحد النسيج حي وبداو يكبروا بانت لهم الخلية. فمن بعد علماء الأحياء غادي يتفقوا على أن هذه الخلية هذه هي لبنة بناء الحياة. الخلايا هي الياجورات باش مبنية الحياة، تماما بحال كما أن الذرات هي اللبنات الأساسية في الكيمياء. مثلا في الشيمي فاش تنقولوا H2O عندنا جوج ذرات نتاع الهيدروجين وذره نتاع الأكسجين. دونك تنتعاملوا بالذرات على أساس أنهم هما الياجورات باش مبنية الشيمي. ففي البيولوجيا أو علم الأحياء هاد الياجورات هذه هي الخلية. والجزء الثاني اللي كاين في هاد نظرية الخلية وهو أن جميع الكائنات الحية اللي تنعرفوها في الأصل ديالها مكونة من خلايا بدون استثناء، وجميع الخلايا تجي من خلايا أخرى. فالخلية ماشي غير تدير بوف وتتبان، خلية ديما تجي من خلية أخرى. غادي نعاودو نهضروا مزيان على هاد نظرية الخلية في الحلقات المقبلة. الركن الثالث نتاع البيولوجيا وهو التطور. فجميع الكائنات الحية على سطح الأرض مرتبطة ببعضيتها في واحد الشجرة نتاع التطور كبيرة، وأي جوج كائنات خديناهم من هاد الشجرة هادي كما بغا يكون الفرق بيناتهم نبداو هابطين في الفروع نتاع هاد الشجرة حتى غادي نوصلوا لواحد السلف مشترك بيناتهم. إذا الكائنات الحية كلها مرتبطة ببعضيتها البعض في هاد الشجرة هادي. والتطور مبني على واحد القضية سميتها التوريث مع التعديل ولا التوريث مع التغيير. فانت تتورث الجينات للجيل اللي جاي موراك، ولكن ديما كيكون واحد التعديل ولا واحد التغيير. وإلا زدنا مع هاد التوريث والتعديل فكرة الانتخاب الطبيعي ولا الانتقاء الطبيعي، فمن بعد واحد المدة زمنية طويلة غيقد يولي عندنا هاد التنوع الهائل الكائنات الحية اللي تنشوفوه دابا. اجي نرجعوا دابا لعلم الوراثة. علم الوراثة تفسر لنا القواعد والقوانين اللي تتحكم في كيفاش الخصائص نتاع الكائن الحي غادي تدوز من الجيل ديالو للجيل اللي موراه. خصائص بحال مثلا لون الشعر، واش صفر، واش حمر، واش كحل الراس، بحال لون البشرة، واش حمر، واش بيض، واش كحل، واش خرواني، بل حتى الشكل ديال الراس، واش راس طارو ولا راس المقله، وحتى الطول والتبوغيصه. فعلم الوراثه هو اللي تيورينا كيفاش هاد الخصائص تدوز من جيل للجيل اللي موراه. اجي نشوفوا دابا شويه التاريخ
نتاع كيفاش بدا علم الوراثه. اول نبته تنعرفوها طرات ليها عمليه تهجين هي التمر. غادي يديروها قدماء المصريين تقريبا هذه واحد 5000 سنه. فكانوا تيخلطوا بين نوع نتاع التمر ونوع اخر باش يحسنوا الكاليتي ديالو. واول حيوان تنعرفوه دارت ليه عمليه التهذيب هو العود. فمن شحال هادي والناس باغا عود يكون تيسمع الهضره، يكون قوي ويكون سريع. فكاين ادله اللي تتبين لنا ان هاد القضيه هادي كانت تدار هادي شي 4000 سنه في المناطق الاسيويه. كانوا تيجمعوا العودان وتيديروا لهم السباق، واللي ربح كانوا تيدوزوا له النسل ديالو اكثر. فراه من شحال هادي من نهار عرفت الناس ان الخاصيات تدوز بالوراثه بدات تتساءل على شنو هي القواعد والقوانين اللي تتحكم في كيفاش تتورث هاد الخاصيات هادي. مثلا الفيلسوف اليوناني الشهير ارسطو كان تيقول ان المسؤول الرئيسي على هاد الخاصيات الوراثيه بالنسبه للانسان هو السائل المنوي ديال الذكر، ولكن السائل المنوي نتاع الذكر ما كاملش مزيان، دونك دم الحيض نتاع المراه هو اللي تيرتبو هو اللي تينظمو. دونك ارسطو كان تيقول ان المني ديال الراجل هو المسؤول الرئيسي، وان الدم نتاع المراه تيرتبو وتينظمو وتيعاونو. هاد ارسطو هذا كانت الافكار ديالو مأثره بزاف على الميدان العلمي تقريبا شي 1500 سنه مور ما مات. وبزاف د العلماء فاش كانوا تيديروا التجارب ديالهم كانوا تيحاولوا يعزوا النظريه د ارسطو. فواحد العالم هولندي مثلا في القرن 17 سميتو لوين هوك غادي يخترع الميكروسكوب، غادي يراقب الحيوانات المنويه تحت المجهر ديالو، وبما انه متاثر بالفكر نتاع ارسطو غادي يبقى يبرقق مزيان في عينيه ويبرقق 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 في عينيه حتى غادي يبان ليه في الراس د الحيوان المنوي لداخل الجسد نتاع بيبي صغير مكمش على راسه. من موراه غادي يجي واحد العالم اخر سميتو غراف غادي يراقب الحيوان المنوي تحت المجهر، ما غيبان ليه لا بيبي لا ملحمص، ولكن فاش غادي يراقب البويضه نتاع المراه غادي يبان ليه وسطها بيبي مكمش على راسه تما. وغتبدا الحرب بين جوج نتاع الطوائف د العلماء، طائفه تتقول البيبي مخبع في الحيوان المنوي، وطائفه تتقول البيبي مخبع في بويضه المراه. شكون غنتيقوا فيهم دابا؟ هذيك الساعه في هولندا كانت التجاره نتاع زهره التوليب منتشره بزاف، وكانوا التجار ديالها ديما تيحاولوا يحسنوا من الجماليه ديالها. واللي تيزرعوا هاد زهرات التوليب لاحظوا واحد القضيه، فمنين تتهجن زهره حمراء مع زهره بيضاء تتعطينا زهره فانيديه. الا كانت الزهره اللي غتلعب دور الذكر حمراء واللي غتلعب دور الانثى بيضاء النتيجه زهره فانيديه. وإلا عكسنا الادوار وولات الحمراء تتمثل الانثى والبيضاء تتمثل الذكر النتيجه كذلك زهره فانيديه. دونك كما كان الذكر او الانثى النتيجه تتخرج لنا فانيديه. وهنا غادي يستنتجوا انه كاينه مساواه بين الذكر والانثى في الخصائص الوراثيه اللي تتورث، ولكن تا هما غادي يكون عندهم واحد المشكل في التحليل ديالهم. فبما ان النتيجه خرجت فانيديه غادي يتخيلوا القضيه بحال الصباغه. في الصباغه مثلا فاش تخلط اللون الاحمر مع اللون الابيض تعطيك اللون الفانيدي. فهما تخيلوها بحال الصباغه، ان المحددات الوراثيه نتاع الذكر تتخلط مع المحددات الوراثيه نتاع المراه وتتعبزوا مزيان حتى تيولي ما يمكنلكش تعاود تفرق بيناتهم من بعد. بحال فاش تيولي عندك اللون الفانيدي ما تقدش تعاود تجبد منه اللون الاحمر واللون الابيض. وهذه هي الفكره اللي غتولي شائعه بين العلماء هذيك الساعه، ان المواد الجينيه تتخلط مع بعضياتها تتعبز مزيان وما يمكنلكش تعاود تسترجعها. دابا شكون اللي غادي يصح لينا هذا الخطا هذا؟ هنا غادي يجي واحد الانسان عظمه في تاريخ علم الجينات تيتسمى مينديل. هاد غريغور مينديل هذا غادي يدير واحد المجموعه كبيره نتاع التجارب الدقيقه اللي غادي يخدم فيها النبته نتاع الجلبانه. باينه عليه يمكن تا هو كان مبلي بالطواجن نتاع القوق والجلبانه. النتيجه نتاع التجربه ديالو غادي تبين لنا ان العوامل الوراثيه جسيمات اللي تتبقى، ماشي شي حاجه اللي تتخلط وتتمسح. فهو اللي غادي يصحح هذيك الفكره نتاع الصباغه اللي كانت دايره ديك الساعه. فغادي يبين لنا ان هذيك الزهره نتاع التوليب الفانيديه راه مازال مخبع فيها العوامل الوراثيه نتاع الاحمر والعوامل الوراثيه نتاع الابيض.
واللي غادي يمكن ليها تبان في الجينيراسيون الجايه. غادي نهضروا بالتفصيل على التجارب د منديل في الحلقات الجايه، ولكن واخا هكاك بقى ديما الغموض داير على الميكانيزمات والاليات اللي تتحكم في هذه الماده الوراثيه. كيفاش هذه القضيه هذه كيفاش تطرى على المستوى الميكروسكوبي؟ فغتبقى القضيه هكا حتى لمنتصف القرن العشرين. عاد غادي تعرفوا العلماء على ان الماده الوراثيه ماده كيميائيه غادي يسميوها الحمض النووي DNA، سباب عبعالي في البنيقه. في الحلقات الجايه نتاع هاد السلسله هذه غادي نحاولوا نهضروا بالتفصيل على الجينات وكيفاش تتخدم بطريقه مبسطه اللي نتمنى يفهمها كلشي، واخا غتكون بزاف الصعوبات بسبب الجهل ديالي بالمصطلحات العلميه بالعربيه. غادي نهضروا على كيفاش نفعتنا هاد الجينات، على التطبيقات ديالها في الميدان العلمي، كيفاش كانت هي من اهم الحوايج اللي تتعزز نظريه التطور، وكيفاش التطبيقات ديالها غادي تحسن من الحياه الشخصيه ديالنا كبشر، سيرتو في المجال الطبي والزراعي. فشكرا على الاستماع، وإلا عجبكم الفيديو ديروا سبسكرايب وفرقوه باش تعمل فائده. نتمنى نشوفكم هنا في الحلقه الجايه فاش غادي نهضروا على منديل وعلى التجارب ديالو بالتفصيل. الى اللقاء.